السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في الهلال اليوم. أحدث أخبار الزعيم هنا. اشتركوا وفعلوا الجرس وخلونا ندعم الهلال مع بعض. يلا نبدأ. إشادة كبيرة بأحد أعمدة الهلال الأساسية. حصل لاعب الهلال محمد كنو على جائزة رجل مباراة الفوز 2-0 على الاتفاق، تقديرا لأدائه المميز ومساهمته الكبيرة في قيادة الفريق لتحقيق الانتصار. الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان أشاد بهذا التقدير، مشيرا إلى أنه يعكس موسم كنو الرائع مع الزعيم حتى الآن، حيث قال: يستاهل محمد إبراهيم كنو هذه الجائزة التي ترجمت وتوجت موسما كبيرا من الأداء والعطاء لأبو إبراهيم، وإن شاء الله عقبال المزيد من الجوائز والألقاب الشخصية والهلالية. للمرة الأولى ثنائي الهلال المحلي يصنع التاريخ. حقق فريق الهلال فوزا مهما على الاتفاق 2-0 مساء الجمعة على أرضية ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي، عن طريق أهداف محمد كنو 13 وسالم الدوسري 31. يعد هذا أول انتصار للهلال هذا الموسم بدون مساهمة لاعبيه المحليين في التسجيل، بعد أن سجل الأجانب أهدافا للفريق في جميع المباريات السابقة باستثناء التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة 20. رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة، محتفظا بموقعه في صدارة جدول الترتيب تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي مع 16 فوزا و5 تعادلات حتى الآن. أرقام مرعبة للهلال على أرضه. تؤكد أرقام نادي الهلال على ملعب المملكة أرينا قوة الفريق الأزرق وحضوره الكبير أمام جماهيره، حيث حقق نتائج مميزة جعلت الملعب واحدا من أبرز معاقل الزعيم خلال الفترة الماضية. جاءت نتائج الهلال على ملعبه كالتالي: خاض الفريق 41 مباراة، حقق 35 انتصارا، تعادل في 4 مباريات، تعرض لخسارتين فقط. صورة: بنزيما يشكر جماهير الهلال. حرص المهاجم كريم بنزيما على التعبير عن امتنانه لجماهير نادي الهلال بعد أن رفعت الأخيرة لافتة خلال مباراة الاتفاق بالدوري السعودي تحمل صور صفقات الزعيم الجديدة، ومن ضمنها اللاعب الفرنسي. نشر اللاعب الفرنسي هذه اللحظة عبر حسابه على منصة إنستغرام مرفقا صورة اللافتة الزرقاء، وهو يقوم بتحية الجماهير عليها في إشارة لشكره لهم وتقديره الكبير لما صنعوه من أجله هو وزملائه. وكتب بنزيما على القصة عبارة "Thank you", مؤكدا بذلك تقديره الكبير لدعم الجماهير ودفعتهم الإيجابية للفريق في الملعب. كم هدفا يحتاج سالم الدوسري ليصبح أسطورة الهلال؟ اقترب اللاعب سالم الدوسري من كتابة التاريخ مع ناديه الهلال بعد أن سجل حتى الآن 142 هدفا، ليصبح على بعد 33 هدفا فقط من معادلة الرقم القياسي لأعظم هداف في تاريخ الزعيم الأزرق. يحمل الرقم التاريخي الأسطورة الهلالية سامي الجابر برصيد 175 هدفا، ويأتي خلفهما في ترتيب أفضل الهدافين ياسر القحطاني الذي سجل 132 هدفا خلال مسيرته مع الهلال. هذا الأمر يشعل الحماسة لدى جماهير الهلال ويضع الدوسري في دائرة الأضواء، بينما يترقب الجميع اللحظة التي سيحقق فيها لقب أعظم هداف في تاريخ الزعيم. أكثر لاعب يخشاه أسطورة الهلال من الاتحاد. أكد أسطورة حراسة المرمى الهلالية محمد الدعيع أن اللاعب الذي يخشاه أكثر من فريق الاتحاد قبل مواجهة الفريقين هو الفرنسي موسى ديابي، مشيرا إلى أن سرعته الكبيرة تجعل منه خصما صعبا أمام أي حارس مرمى. أضاف الدعيع أن قدرات ديابي على الانطلاق بالكرة سريعا وخلق الفرص تجعل مواجهة الاتحاد أكثر تحديا للهلال، مؤكدا أهمية التركيز والدفاع المنظم للتصدي لهذه السرعة في الهجمات. جدير بالذكر أن مباراة الفريقين تقام يوم السبت القادم في إطار منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرضية ملعب المملكة أرينا. كم بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة الهلال والاتفاق؟
شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الاتفاق حضوراً جماهيرياً كثيفاً بلغ 22,230 مشجعاً بعد نفاذ جميع التذاكر المخصصة للقاء. أقيمت المباراة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، حيث قدم الجمهور الأزرق دعماً هائلاً للفريق، ما أسهم في خلق أجواء حماسية داخل المدرجات. تمكن الهلال من الفوز بنتيجة 2-0 ليحقق 3 نقاط مهمة في الدوري ويواصل سلسلة نتائجه الإيجابية، مستفيدا من الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي داخل الملعب. ورطة بند تعاقدي تجبر الهلال على تغيير خططه. بحسب ما هو متداول ومن مصادر غير رسمية، فإن عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو مع الهلال يتضمن بنداً يلزم النادي بدفع كامل قيمة عقد اللاعب في حال تم استبعاده من القائمة المحلية خلال الموسم. وبسبب هذا الشرط التعاقدي أصبح من الصعب على الإدارة إزالة اللاعب من القائمة الرئيسية دون تحمل تكلفة مالية كبيرة، ما دفعها للإبقاء عليه ضمن الخيارات المسجلة محلياً. نتيجة لذلك جاء القرار على حساب الأوروغواياني داروين نونيز الذي تم استبعاده من القائمة المحلية مع الإبقاء عليه في الآسيوية فقط، ليكون المتضرر المباشر من هذا البند التعاقدي. نيفيز يفرض إيقاعه أمام الاتفاق. قدم روبن نيفيز أداء مميزا في مواجهة نادي الاتفاق السعودي، حيث سيطر على وسط الملعب وتحكم في نسق اللعب بتمريراته الدقيقة وتحركاته الذكية ليكون أحد أبرز نجوم اللقاء. روبن نيفيز ضد الاتفاق: 76 تمريرة صحيحة 94%، 2 صناعة الفرص، 11 كرة طويلة، 3 التحامات ناجحة. مالكوم يشعل أجواء الهلال. يواصل مالكوم تقديم أداء مميز مع الهلال السعودي هذا الموسم، مساهما بشكل فعال في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعة الفرص، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الهلال في دوري روشن ودوري أبطال آسيا وكأس الملك. أرقام مالكوم مع الهلال هذا الموسم: 25 مباراة، 16 مساهمة، 7 أهداف، 9 أسيست. ساهم في كأس الملك، ساهم في دوري أبطال آسيا، ساهم في دوري روشن. عاجل: الهلال يتفاوض مع أشرف حكيمي مقابل 100 مليون يورو، والأمير الوليد بن طلال يمول الصفقة كاملة. مصادر مقربة من الهلال تكشف عن مفاوضات متقدمة مع النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان لانتقاله الصيف المقبل. العرض 100 مليون يورو زائد مكافآت مع راتب سنوي مرتفع جدا. التمويل الكامل من الأمير الوليد بن طلال في خطوة تؤكد دعمه القوي لمشروع النادي القاري. المفاوضات في مراحلها المتقدمة، ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تغطية شاملة لكل ما يخص الهلال. وقبل أن نودعكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.